لشبونه نمشي لمباراه البرتغال والمغرب، ولكن قبل هذا كابتن رشيد طاوسي كان حاضر في الملعب، وخذينا الصوره هذه اللي تبين انه كابتن رشيد طاوسي كان متفاعل مع المباراه، وكانت في نوع من النرفزه مع نور الدين النيبت. ما كنتش راضي كابتن رشيد. والله فعلا خيبه امل، ما كنتش راضي بالنتيجه، خصوصا وانه كان عندنا امل في هذا الفريق، هو حامل كاس افريقيا وله عناصر ممتازه، ولكن ما ظهروا بالشكل اللي نقدر نقول لك 10% من امكانياتهم هاد اللاعبين ما لعبوها. انا عجبتني ايش تسميها انت؟ طربوش. طربوش. طربوش كيف تونس. نعم. ولكن نشكرك اخي هيكل، لان تغنينا الرصيد المعرفي من امكانيات. لما تكلمتي عن بنفيكا فهذا هذا رصيد اضافي نزيدوه في المخزون ديالنا المعرفي. شكرا على المعلومات القيمه التي بالعكس بنفيكا بعدها سبورتينغ لشبونه من افضل الانديه اللي تبيع في اللاعبين. في وقت من الاوقات اكثر اللاعبين المغاربه لعبوا في بنفيكا، حسن نادر، حضريوي، لاعب اخر اتذكر اسمه ان شاء الله. هو مع الاسف لو فاز المنتخب المغربي كان يجيب الطربوشه كابتن رشيد، ولكن مع الاسف المنتخب المغربي انهزم اليوم في هذه المباراه. نرجع للمباراه نتحدث كيف تفسر هذه الهزيمه كابتن رشيد؟ لانه الحقيقه صحيح المنتخب المغربي انهزم في المباراه الاولى، ولكن هزيمه بهذه الطريقه بهذه الكيفيه. سنرجع للمنتخب البرتغالي مع وجدي، ولكن المنتخب واحد الشكل ملحوظ بانه غياب التنظيم في التمركز والتغطيه، وشفنا الاهداف كيفاش تسجلت، وبعض الاحيان اخطاء فرديه. الحارس اي حارس ما يمكن يعمل انزلاق يعني في 16 متر و50 حتى ممكن دير ضربه جزاء. اكيد بان هذه مسائل لازم ان تصحح. وضعف الضغط عند افتكاك الكره كذلك، ما تتحس بان هناك واحد الايقاع ممكن تعمل به ضغط، يعني تخلي المنتخب البرتغالي له امكانيات ومهارات على مستوى عالي، ولكن ما تخليش وتترك ليه مساحات تيستغلها بشكل جيد جدا. لان المنتخب البرتغالي نوعي على مستوى البناء، فريق متميز على المستوى العمل الفردي والجماعي، حيت لاعبين لهم حتى امكانيات جسديه عاليه جدا كذلك، وشفناها امكانيات خصوصا من وسط الميدان الى الهجوم. شفنا قوه الفريق الضاربه كانت في جهه اليسار، مع صعود دائما الظهير الايسر يعد من احسن الاظهره، وكذلك لما يمرر العرضيات تلقى دائما المهاجمين اللي موجودين هناك، رقم 11 رقم 10 اللي في نظري بالنسبه لي من بلاي ميكر من احسن اللاعبين، وحنتكلم عليها ان شاء الله من بعد. واكيد بانه المنتخب البرتغالي ابان عن قوته، لانه من المرشحين الاقوياء، زائد المنتخب الارجنتيني باش يكون بطل هذه النسخه ان شاء الله. ألا ترى ان ايضا ممكن كابتن رشيد ان مساله خيارات، لما نشاهد تغيير مثلا جوزيف بالحسن حمزه بوحدي بعد 30 دقيقة، تعرف أنه حمزة بوحدي كان هو الظهير الأيمن في آخر كأس إفريقيا، ثم جاء جوزيف بالحسن اللي هو في الأصل لاعب محور دفاع ويلعب ظهير أيمن، ثم تشوف المدرب غير الفكرة بعد 30 دقيقة وبعد 3-0 بعد أن انتهى الأمر. ألا ترى أيضا في مشكلة تاع خيارات في ممكن من البداية خيارات خاطئة في المنتخب المغربي؟ فاكيد لما تشوف هذه النتيجه وهذه التغييرات اللي كتكون بعض الاحيان كدار بسرعه، يعني وانت في عدم توازنك وعدم ثقتك، اكيد لما تعمل هذه التغييرات تبعث شيء ما من عدم الثقه حتى في اللاعبين تاعك. هذا شيء جد مهم، واكيد بانه المسؤوليه الاولى والاخيره سواء في اللاعبين الاساسيين او حتى التغييرات المدرب يتحملها. صحيح أنا لما يكون عندي ظهير أيمن لاعب ظهير أيمن، ليش لاعب محور دفاع ظهير أيمن؟ لأن نلعب مع البرتغال ونقصي لاعب وبعدين نرجعه في ظروف الحقيقة صعيبة بعد 3-0، لأنه في مشكلة نتاع خيارات أيضا بالنسبة لنبيل باها في الحقيقة في هذه المباراة على الأقل، حتى لا نظلم نبيل أكثر من اللازم، لأنه في الأخير تبقى مباراة كرة قدم. المنتخب البرتغالي وجدي أكد على مستوى رائع جدا. نشاهد في لاعبين المنتخب البرتغالي منذ قليل كابتن رشيد تحدث على ماتوس لاعب صانع الألعاب، أيضا في نيتو ظهير أيسر غير عادي، يعني تقريبا أفضل ظهير أيسر في هذه البطولة، أيضا كابرال المهاجم. يعني الحقيقة وجدي منتخب يعني ذكرني بالمنتخب البرازيلي في هذه البطولة، يعني الكشافين يمشيوا يتفرجوا في البرتغال يختار أي مركز ويرجع بدون تعب. يعني منتخب ناشئ بعقلية وشخصية منتخب أول بصراحة، هجوم رهيب ورهيب جدا. ماتيو سميدا، كابرال، ستيفان مانويل، جواو أراوخو، رباعي هجومي صدقني هيكل كان تحطهم في فريق أول يلعبوا من غير حتى مشكل، ما عندهم حتى مشكل. مع ظهير أيسر جوزي نيتو، ظهير أيسر عصري
صراحة فريق معناها كي تتفرج في الفريق تقول معناها فريق أول بصراحة نضج تكتيكي كبير فريق. إذا كان أنت فريق ينتصر على بطل افريقيا والمنتخب المغربي تفهم انت الفوارق بصراحه، فوارق في التكوين. انت سميت توا ذكرت بنفيكا سبورتينغ لشبونه، في لاعبين احسن لاعب رقم 10 يلعب في بورتو. يلعب في اندر 19 في بورتو. بصراحه معناها فوارق بعيده مش على المنتخب المغربي، بعيده ممكن على كثير من المنتخبات المشاركه في كاس العالم. لو تشوف انت هيكل حتى في وسط المقابله معناها طريقه اللعب ومجاراه المقابله واداره المقابله، تحس حتى اللاعبين هم في انفسهم مدربين في الميدان رغم صغر الهدف. ليس دوري المجموعات، الهدف انه المنتخب البرتغالي باش يلقى نفسه في دور نصف نهائي او دور نهائي. العديد من التغييرات باش تخلي عديد التغييرات كل مقابله باش يخلي اللاعبين بصراحه في جاهزيه تامه. سجلوا 12 هدف في مباراتين واجواء اخرى بالنسبه للبرتغال. الحقيقه تشعر انه فريق بامكانه ان يذهب بعيدا في هذه البطوله، ولما لا نشاهده في استاد خليفه في المباراه النهائيه. هو هيك نقطه مهمه، وانا جانب ديال الثقه وجدي وانت تكون متفق معايا. الثقه بتصعد بالنسبه للمنتخبات اللي انتصروا بسته وداخلين بثقه ومعنويات عاليه، واللاعبين المنتخب المغربي الثقه تفتقد بالضبط من بعد نظامهم مع اليابان وعلى العكس. وهنا كتبقى كذلك ما نروحوش المسؤوليه كما قلتي غير على نبيل باها، ولكن هناك كذلك عطاء اللاعبين. هو في الاختيارات هو المسؤول، ولكن عطاء اللاعبين. لا المسؤوليه ليس فقط نبيل باها، لا عميد الفريق وزان هذا هو المستوى اللي ظهر فيه. بعيد كل البعد عن المستوى الذي اظهره في كاس افريقيا. الحقيقه ممكن نشوف نمشي بسرعه فقط لانه الوقت بسرعه. نقطه المنتخب المغربي راهو اللاعب وقت اللي يشوف طريقه تفكير المدرب، لو مدرب المنتخب المغربي منتخب مهاري بكله ومتحرر للهجوم، لو مدرب يصير يغير معناها مدافع محوري يحطه على اليمين، حتى في ذهنيه اللاعبين انه المدرب اعطانا الضوء الاخضر باش ندافع، حتى اللاعبين يتكبلوا هجوميا بصراحه. ولو ان المنتخب المغربي ليس من المنتخبات اللي تعرف تدافع الحقيقه في افريقيا، من المنتخبات اللي تعرف تلعب كره اللي تهاجم. طبعا هي اللي على فكره المنتخبات التي تاهلت كلها تقريبا صحيح هي مدارس اوروبيه، ولكن تنتمي في الكره للمدرسه اللاتينيه، لانه نعرفوا ايطاليا هي ارجنتين اوروبا، البرتغال هي برازيل اوروبا، يعني تقريبا في علاقه كبيره جدا في كره القدم تجمع الارجنتين بايطاليا وتجمع البرازيل بالبرتغال. لهذا تقريبا المدرسه اللاتينيه هي التي تمكنت من تحقيق الانجاز إلى حد الآن في هذه الكأس العالمية. أيضا بالنسبة لهذا اليوم المشاركة العربية كابتن وجدي بوعزي لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، نقطة وحيدة من جملة 4 مباريات ونقطة استفهام. هو حتى يوم أمس كابتن عبد العزيز كان في فقرة التكتيك قال لي كنت سعيد جدا بوجود عديد المنتخبات الإفريقية والعربية في المركز الأول، قلت له يجب أن ننتظر للجولة الثالثة لأنه المهمة بدأت تصعب من الجولة الثانية. صحيح هناك بعض المنتخبات التي حققت إنجاز في الجولة الأولى، ولكن نعرف الجولة الثانية تلعب مع الأرجنتين وتلعب مع البرتغال وتلعب مع جنوب أفريقيا، تلعب مع منتخبات لها إمكانيات كبيرة. بصراحة صحيح يوم رابع من المونديال الفرق العربية كانت دون المطلوب نتائجها، خلينا نقولوا خسارة كبيرة وغير منتظرة للمنتخب المغربي، لكن بصراحة كنا نحبذوا أنه المنتخبات العربية تفوز بأكبر عدد المقابلات من غير ما تنسى هيك نستناه، واحنا ننتظر انه المنتخبات العربيه نحبوا نشوفوها في الدور القادم. في المنتخبات اللي ممكن اليوم مثلا المنتخب القطري انه تعادل نقطه ثمينه بصراحه خلتها موجوده في الدوره، وتقدر ان شاء الله تنتصر على المنتخب البوليفي وتكون في الدور الثاني. في منتخبات بصراحه زاد ان حتى فرصه التاهل بعدت شويه ولا صعيبه شويه كيف المنتخب المغربي. منتخب تونسي خساره كانت بصراحه منتظره ضد منتخب ارجنتيني قوي وقوي جدا على جميع المستويات. انا اليوم منبهر بصراحه بمردود المنتخب الارجنتيني، حتى الفرديات اللي نعرفوه في السنه هذه المهاره والابداع، لكن حتى على المستوى النضج التكتيكي شفنا حاجات حتى في فريق اول بعض الفرق ما تشوف ما تقدر تعملها كما نقولوا. لكن بصراحه عموما يعني يوم رابع دون المطلوب للمنتخبات العربيه. وصحيح بالنسبه لخساره المنتخب التونسي وبالحساب بعد قليل سنعود لحسابات التاهل، هي خساره مهمه، خساره تنفع المنتخب التونسي، لانه 1-0 مع الارجنتين. صحيح منتخب تونس في الشوط الثاني كان ممكن يخرج بنتيجه تعادل، ممكن حتى لانه قبل هدف الارجنتين بدقيقه تونس كان الطياشي وجه لوجه وكان بامكانه ان يفتتح النتيجه، ولكن رغم كل هذا منتخب ارجنتيني قوي جدا مثل ما اكد كابتن وجدي، وبالتالي خساره 1-0 تحافظ على حظوظ تونس كامله من اجل المرور للدور القادم.